الشعب اللبناني مرة جديدة تحية إلكم. عم نسعى لتوفير رفاهية الشعب اللبناني. هيدا تصريح وزير الخارجية الإيراني الجديد بالإنابة علي باقري. أول وصوله شمعة عطوله. خلينا نشوف يا أستاذ علي رفاهيتك كيف بتترجم على الأراضي اللبنانية. نترات أمونيوم بمرفأ بيروت فجر المرفأ ونص العاصمة خدمة لحليفك مرفأ حيفا. تفجير رحلنا فيه شهداء من الشعب اللبناني. عنابر موت متنقلة على طرقات لبنان بتعرض أمن اللبنانيين للخطر. رفاهيتك حرب عبثية بالجنوب عم بتدمر البلاد والعباد. رفاهيتك 7 أيار يومك الترفيهي. كانوا الشباب عم يترفهوا ببيروت، هلأ فهمنا ليش سميتوه يوم مجيد. رفاهيتك اغتيال رجال من رجالات الشعب اللبناني. رفاهيتك سرقة أموال الدولة والناس واستثمارها بحروب عبثية ومشاريع إيرانية بحتة. رفاهيتك بيع جزء من بحر لبنان تقدر ثرواته 245 مليار دولار كانوا ملك الشعب اللبناني. رفاهيتك تهريب وتصدير كبتاغون، شوهت سمعة لبنان وصورة الشعب اللبناني بالعالم. يمكن يا أستاذ علي هيدا مفهوم الرفاهية عندكم بالجمهورية الإسلامية، أما عنا بلبنان فعنا مفهوم آخر. لذلك أنا باسم الشعب اللبناني بقول لك رفاهيتك مردودة للمصدر. وكمان شغلة يا أستاذ علي، الإناء ينضح بما فيه، مستحيل إناء موت ينضح حياة. أنت شيل إيدك عن لبنان ورفاهية الشعب اللبناني بترجع له بلحظة. وللشعب اللبناني بدي أقول رفاهيتك مسؤوليتك، وبرسمك أنت تيبقى لنا لبنان. الله معك.